النهاردة بقى هنعمل صينية كنافة كده بالقشطة، خطيرة وسهلة وبسيطة جدا وجميلة جدا وطعمها خطير. السلام عليكم، ازيكم حبايبي غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شكلها وطعمها يجنن بجد وبطريقة سهلة جدا وبسيطة. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده نص كيلو لبن، عليه 3 معالق نشا ومعلقة دقيق، ونقلبهم على البارد، وبعد كده نرفعهم على النار، نقلبهم كويس لغاية ما النشا كده والدقيق يدوبوا، وبعد كده نقلبهم على النار، ننقلهم على النار، وبعد كده نحط معلقة قشطة كبيرة. انا حطيت معلقتين، وبعد ما تغلي كده ننزل عليها بكيس فانيليا ونسيبها لغاية ما تتقل، ونسيبها على جنب بقى تبرد. ده نص كيلو كنافة كده صبحة يعني. لو انت عايزة بقى تسهلي على نفسك ممكن تحطيها في الفريزر وتطلعيها وبتتفكك معاكي بسهولة جدا، بس انا هنا عملتها صبحة يعني. بعد ما فككتها كده وقطعتها وفرفرتها من بعضها، حطيت لها على طول معلقتين سكر بودرة، وقلبتهم كويس مع الكنافة، وبعد كده نزلت بكوباية سمنة سايحة بس. ونقلب بقى السمنة كويس جدا جدا كده في الكنافة، تخلي كل الكنافة فيها سمنة. بعد كده نجيب صينية مقاس 30 وندهنها سمنة كويس جدا، وبعد كده هنحط 3/4 الكنافة تحت، ونبططها ونعمل حرف كده من الجناب علشان لما نحط فيها القشطة او الكريمة ما تطلعش منها. وبعد كده بنفرد الكريمة جوه او القشطة الكدابة، وبعد كده بنحط بقية الكنافة على الوش كده بالشكل ده، ونوزعها كده على الوش. بس نستنى شوية يعني، استني اما الكريمة تشمع كده جوه الكنافة، وبعد كده حطي عليها الكنافة. هندخلها الفرن بقى على درجة حرارة 250، هنحطها تحت لغاية ما تحمر من تحت، وبعد كده نرفعها تحت الشواية ونقلبها ونسقيها بشربات التقيل. وانا عملت معاكم فيديو شربات التقيل موجود على الصفحة، وده بيكون شكلها. وتقطعوها بألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وكل سنة وانتم طيبين. خطيرة يا بنات، جربوها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم.